السلام عليكم، أهلا بيكم. وصفتنا النهاردة معظمنا بيشتريها من بره جاهزة. وليه نشتريها من بره لما نقدر نعملها في البيت بسهولة وأنضف وأحلى من بره؟ تعالوا نعمل مع بعض التشيكن ناجتس في البيت بطريقة ناجحة معاكي من أول مرة، مش هتشتريها من بره تاني. كيلو من الصدور متقطعة مكعبات. واحتاج التوابل دي عبارة عن معلقة كبيرة من النشا، ملح فلفل أسمر زنجبيل بودر وبابريكا وكركم وتوم باودر وبصل باودر. هحتاج كمان نص كوباية من البقسماط الناعم. في الكبة هضيف الأول قطع صدور الفراخ اللي أنا مقطعاها مكعبات، وهبدأ أفرمها. طيب هفرمها لحد ما ألاقي قوامها امتزج بقى ناعم مع بعضه، وفي نفس الوقت بعد ما أفرمها وأمسكها بإيدي هلاقي إن هي بتتشكل بسهولة وفي نفس الوقت متماسكة. بعد ما فرمتها هنزل بالتوابل اللي احنا قلنا عليها، وبعد التوابل هنزل بنص كوباية البقسماط الناعم. سهلة جدا يا جماعة. معلقة صغيرة من الهوت صوص حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة من الصويا صوص تقدروا تستغنوا عنها، بس صراحة بتبقى حلوة وما تكتروش عشان ما تغمقش. معلقة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونرجع نفرمهم مع بعض تاني. حاجة تحفة يا جماعة بجد، ريحتها خطيرة جدا ومش صعبة ولا حاجة. شايفين لما بنشكلها بتبقى سهلة ازاي؟ يبقى انت كده مكوناتك مظبوطة جدا. بعد ما خلاص كده خلصناه نريحها حوالي 10 دقايق لحد بس ما نشوف الخطوة اللي بعد كده. لو مسكتيها ولقيتيها بتتشكل معاكي بسهولة كده تبقى مكونات مظبوطة جدا. صينية واحط فيها الاسترتش ده عشان اقولك تشكليها ازاي على طول بسهولة، وكمان لو هتفرزيها هنعمل ايه. شايفين؟ علشان افردها كلها تكون طبقة واحدة. انا كمان جبت كوباية وقعدت كده افرد بيها، او بايدك زي ما تحبي. نحط عليها استرتش ونسيبها 10 دقايق. هنحضر الكفر: كوباية من البقسماط الناعم، كوباية من كريسب دجاج عند العطار، ومعلقتين من الدقيق، ورشة صغيرة من الملح والفلفل الأسمر والبابريكا. هقلبهم مع بعض، وده كفر التغطية. هجيب في بولة تانية بيضة وحوالي ربع كوباية من اللبن ورشة فلفل أسمر، ولو عايزة تضيفي جوز الطيب برضو بيدي طعم وريحة حلوين. هنخلطهم، وبعد ما سيبتها 10 دقايق في الفريزر شايفين ناعمة ومتماسكة علشان أقدر أشكلها زي ما أنا عاوزة. أي بقى إيه قطعة بيتزا، أي قطاعة عندك. أنا سويت الحروف الأول وبعد كده هقطعها خطوط بالطول وبالعرض، أو بأي شكل عندك. فيه فرم كتير قوي تقدري تشكلي. لو الأطفال بيحبوها قوي كده تقدري تعملي لهم الأشكال اللي بيحبوها. أنا عملت الشكل المستطيل ده سهل إزاي. وأحلى حاجة إنها تكون كلها سمك أو ارتفاع واحد علشان تبقى شكلها كمان حلو، وكل اللي يدوقها مش هيصدق ان انت اللي عاملاها في البيت. خلصي الكميه اللي انت عاوزاها بالشكل اللي انت عاوزاه، وتعالي اقول لك بقى لو هنفرزها هنعمل ايه. انا هجيب صينيه وعليها ورق زبده او ستريتش زي ما انت عاوزه. بعد كده هاخد قطع التشيكن ناجتس دي بتاعتي واحطها في اول سائل اللبن اللي احنا عملناه، وبعد كده في الكفر التغطيه. وهكذا كده نعمل كل الخطوات دي كده كلهم لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا. بعد ما تخلصيهم كده بالشكل ده تقدري تسيبيه في الفريزر 10 دقايق علشان نفرزه بطريقة سهلة. بعد 10 دقايق بصي انا ماسكاه ازاي متماسك وحلو جدا. الطريقة الاولى لو انت هتقليه في ساعتها اوكي في وقتها. لو انا بقى هفرزها هجيب اكياس كده بعد ما فرزتها شوية 10 دقايق وربع ساعة في الفريزر عشان اقدر اتحكم فيها واشيلها بالكمية اللي انا عاوزاها. تقدري تشيليها زي ما انت عاوزة. لو احنا بقى هنستخدمها في ساعتها على طول وهنقليها في وقتها، زيت طبعا يكون غزير عشان انا يا دوب بس اخليها تاخد لون، ما بتاخدش وقت خالص على النار يا جماعه. زيت يكون حراره الاول عاليه وبعد كده وسط، يا دوب لونها يتغير كده من كل ناحيه. شايفين قد ايه متماسكه؟ وكمان لما تمسكوها من بره كده هتلاقوها كريسبي ومن جوه جوسي جدا ولذيذه ومستويه. بصوا بقى شكلها بجد تحفه جدا. لما تعملوا اكله حلوه كده لازم بجد تقدموها كويس. هي كمان مش لولادنا بس، يعني اي وقت تكون في الفريزر لو حد عاوز يعمل ساندويتش اي حاجه بتبقى حلوه. وفي طبق برضو جانبي في الأكل مع مكرونة حلو جدا. ولو عندك عزومة برضو بيبقى طبق جانبي حلو جدا، أو طبق أساسي مع مكرونة زي ما قلنا. أنا أضمن لكم إن انتوا لو جربتوها مش هتشتروها من بره تاني. جربوها وصحتين وهنا. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.